صباح الخير. يوم جديد وفيديو جديد. دوش حاليا بالقدس، بلدي الثاني. والله حبيتها كثير المنطقة. يا جماعة في أسئلة كثير لهون. أنا كيف فتت لهون؟ كيف اجيت لهون؟ وليش جيت لهون؟ من الكلام هذا. أولا الناس ما بتعرفني، أنا اسمي محمد خليل. أنا رحالة سوري، تولد دمشق بال 2005. تولد دمشق وليس ألمانيا، ولكن هجرت لألمانيا ب 2016 وسكنت بألمانيا من 2016 في ميونخ حصرا، وقضيت في ميونخ لعام 2025. ب 2025 بشهر 6 قررت اني انزل بالبسكليت من ميونخ على سوريا، والحمد لله وصلت شهر 8 30 8 رجعت على ألمانيا الطيارة، لأنها كانت بلشت مهنة دراسية. درست 3 أشهر، ما عجبتني الدراسة، رجعت على سوريا أخذت بسكليت وجيت فيها القدس. هون كان السؤال كبير، كيف فوت أنا على القدس؟ كيف أنا فوت على الجولان؟ وكيف فوت اللي عنديكم لهون على البلاد المقدسية؟ ايه، فحاب اوضح كيف. انا مجنس الماني، معي جواز الماني. الحمد لله جنس الماني، وقدمت على الفيزا. اللي بيجي هون بده فيزا. قبل 1/1/2025 كان بالالماني المجنس الماني ما بده فيزا الا حتى يوصل المطار. زي مثلا لما توصل على المطار يعطيك ختم انه انت هاي الفيزا تبعيتك. فلا، السلطات الاسرائيليه من 1/1/2025 صار بدها انه فيزا قبل بوقت. فانا قدمت على الفيزا عن الصفحة ETA اسرائيل اسمها. فقدمت عليها. طلعت لي بعد 14 ساعة الفيزا. هناك انا كتبت معلومات كلها صحيحة، وين اتولدت، وين ساكن، وقد ايه عمري، واسمي، وكنيتي. المهم تكون صريح معهم، المهم تحط معلوماتك كلها صريحة. ف نزلت، يعني كتبت كل شيء. طلعت لي فيزا بعد 24 ساعة لما كنت بعمان. قضيت يومين بعمان، شفت عمان وجيت فيها القدس. لما توصل على الحدود لازم تطلع فيها بباص، ممنوع تطلع فيها انت قساك دراجة للحدود. فحطوا لي البسكليتة ببكاج الباص، وتدفع الباص 10 دينار. 10 دينار ما يقارب 20 يورو. تدفع ضريبة كمان بالأردن 10 دينار. كمان انه يعني لانك انت تركت الاردن تدفع كمان 10 دينار. 10 و10 صاروا 20، وعلى كل 10 اخذوا 5 سحب من الاي تي ام. يعني 30 يعني 50 يورو بس للمعبر الاردني على الحدود الاسرائيليه. يوم تفوت الحدود الاسرائيليه يفتشوك اجراءات امنيه، بس خلص اجراءات امنيه تطلع باص من السلطه الاسرائيليه لعند السلطه الفلسطينيه. تطلع كمان بباص وتدفع الباص 10 شيكل. 10 شيكل ما يقارب إنها شي 8 يورو أو هيك شي. لا أقل، حتى أقل 8 يورو. أقل شي 2 يورو ونص أو 3 يورو، ما بعرف هيك شي. إيه، فلما توصل للسلطة الفلسطينية كمان تنزل بباص وتروح على أريحة. أول منطقة وصلت أنا لما فت هون وصلت أريحة. بس وصلت أريحة فوت لجوا على البلاد المقدسية، وصليت أول صلاة بالأقصى. حتى كمان على الجواز ما بيختموا لك، ما في اي ختم على الجواز ابدا ما بيختموا عليه. لانه فيش اي ختم عليه. دقيقة خلينا نجيب كيف جوازي، لانه في ناس كثير حكت لي انه حيختموا على جوازك، ما راح ترجع تفوت على سوريا، ما راح تقدر تفوت على السعودية، ما راح تقدر تفوت على لبنان. فشوفوا شو مكتوب بالوثيقة هاي، راح اقرا لك اياها انا. هذا التصديق بمثابة بديل للختم في مستند السفر. يعني السلطات الإسرائيلية ما تختم لك بجواز السفر. ما في ختم يوك. لو ختم ما في أي ختم في هذا التصديق، بما يعني إنه أنت فايت على الدولة هاي، بس إنه هاي الفيزا تبعيتك. هاي هي الفيزا تبعيتي، شايفيتها؟ هاي الفيزا وما في أي ختم. حتى بجوازي ما في أي ختم. شوفوا، في ختم كل البلاد اللي فتها أنا، بس ما في أي ختم من دولة إسرائيل، لأنه هم عارفين يجوز مشان لأنه هم هون بالشرق الأوسط مشان المشاكل إنه ما يصير الختم أو هيك شيء. المهم الحمد لله فتنا، الحمد لله ما كان في أي ختم، والحمد لله ضلني هون لحتى تخلص الفيزا اللي معي أنا لشهر 18/3. رجيت كل شيء 18/3 لين فوت 18/12 معي فيزا 3 أشهر. نعم، لكل واحد صاحب الجنسية الأوروبية يقدر يفوت لهون، ليش لا؟
بالعكس تعال شوف، فوت وتعرف على البلد، تعرف على ثقافتها ودياناتها وتاريخها. اي كل واحد معه جواز اوروبي او حتى سريلانكي يا اخي، ولو حتى هندي شفت الهندي اتوقع يفوتك لهون، فما في اي مشكله. حتى الاردني جواز الاردني يفوتك لهون بس الفيزا 7 ايام اتوقع. فاللي معهم جماعتنا بالمانيا اللي معهم جواز هو سوري الاصل ومعاه جواز اوروبي فيقدر يفوت لهون. كان السويد، النرويج، نيذرلاندز يعني هولندا، المانيا، سويسرا، النمسا، رومانيا، بلغاريا، وين ما ودك بتقدر تفوت لهون. بس قدم فيزا قبل ما تيجي لهون. بدك الفيزا حقها 80 يورو من الاي تي اي، وزارة الاي دي اي، وزارة اسرائيل هي الاي تي اي صفحة على الاونلاين. فشكرا لكل واحد طلع الفيديو لاخر نهايته هون. شكرا لكل واحد تابع الفيديو. مع السلامة. وقف ثانية، لا تنسى تروح تتابعني على التيك توك والانستغرام وتعمل هناك اشتراك وتشترك هون كمان بقناة على اليوتيوب. شكرا لكل واحد شاف الفيديو مرة ثانية وثالثة، ونشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.